السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي أحبابي أعزائي، نبدأ حديثنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم اليوم عن تصفية حسابات بعض صفحات النادي الأهلي اللي بتشجع النادي الأهلي، اللي دايما تمدح في النادي الأهلي، واللي دايما بتدافع عن النادي الأهلي. في صفحات كتير منهم هدفها هو السبوبة، أكل العيش، إزاي تجمع أكبر عدد مشاهدات عشان تحصل على فلوس أكتر. لا هدفها الأهلي ولا هدفها الجمهور ولا هدفها أي حاجة. وصفحات كتيرة يعني، وصفحات مشهورة جدا، على رأسهم علاء صادق. علاء صادق ده أكبر إنسان غشاش وأكبر إنسان كذاب وهجاص، واللي يقولوا النهاردة يغيروا بكرة، ماشي على الموجة. تلاقي الناس بتهاجم الخطيب يهاجم هو التاني، تلاقي الناس بتهاجم مش عارف اللعيبة يهاجم هو التاني، وهكذا. وفي صفحة تانية اسمها صد رد، كله الاتنين اللي بيتكلموا في القناة أكبر هجاصين وأكبر كدابين، وكل هدفهم السبوبة وجمع المشاهدات الكتيرة. كل دول ناس كدابين وهجاصين. يعني صد رد ده على الموجة، تلاقوا ان الجمهور بينتقد في الاداره يروحوا منتقدين في الإدارة. الجمهور ينتقد في اللاعبين، ينتقد. اكبر ناس مدحوا في كهربا ده، كانوا مخلين كهربا ده احسن لاعب في العالم. صد رد. صفحات تانية كتيرة جدا، لا داعي لذكر اسماء اكثر، كلنا بنسمع وكلنا بنشوف، وكلهم هجصين وكلهم. اقول لهم بس حاجة بسيطة: ارحموا انفسكم اولا، وارفعوا ايديكم عن الاهلي وعن جماهير الاهلي. انتم لستم متحدثين نيابة عن الجمهور النادي الاهلي ولا عن الادارة ولا عن اللاعبين، انتم تتحدثون عن انفسكم بس. وهدفكم الاول كله الربح، زيادة المشاهدات. وكلنا عارفين كده ان انتم كلكم هجاصين وكلكم كذابين وبتركبوا الموج. هذا كلامي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.